السلام عليكم. كنتمنى تكون احوالكم طيبه وانتم كتسمعوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم معايا في قضيه جديده وفي قصه جديده. قضيه اليوم غادي تورينا كاملين العقل باش بنادم من يكون معصب يعرف اشنو كيدير ويتحكم في ردود الافعال ديالو. بلا ما نكثر عليكم في الهضره وندوزو نسمعوا قضيتنا اليوم غادي نتكلموا على ابراهيم اللي تزاد في 1975 في واحد المنطقه جبليه باقليم شفشاون. ابراهيم كان من اسره فقيره، كمل قرايته حتى للشهاده وخرج من المدرسه وبدا كيخدم مع باه وخوتو في الفلاحه بحال كاع ولاد الدوار. غادي تبقى حياته غاديه هكا حتى غادي يبدا يدخل في العشرينات وتما غادي يفكر انه يتزوج. وبطبيعه الحال ولاد هذيك المنطقه اللي كيفكر في الزواج كيتزوج بنت من الدوار حيت ما كيبغوش البراني يدخل عندهم تما. ابراهيم غادي يتزوج واحد البنت سميتها فاطمه، كانت زوينه بزاف وحادقه وظريفه واخا كانت ما قارياش وكانت حتى هي من اسره فقيره. غادي يتزوج ابراهيم فاطمه وغادي يعيشوا مع دارهم بحال كاع الناس. غادي تكون حياتهم مزيانه وفاطمه غادي تكون عزيزه على عائله ابراهيم بزاف حيت كانت حادقه وظريفه وحطيها على الجرح يبرا كما كنقولوا في المغرب. غادي تعيش معاهم واحد الفتره وابراهيم غادي يبدا يبني واحد الدويره حدا دارهم غير بالياجور وعلى قد الحال باش يتوسعوا فيها حيت غادي يبدا يولد في الوليدات تبارك الله ما شاء الله، راه غادي يوليو عنده 7 ديال الوليدات. الكبير فيهم عنده 17 عام والصغيره بنيته عندها 9 شهور. غادي تبقى حياتهم غاديه هكاك مزيانه. من غادي يسالي الدويره ديالو غادي يتحولوا ليها وغادي يبدا يعلم فاطمه تعاونو حتى في الخدمه ديالو اللي كانت زراعه الكيف او الحشيش. كان كيخدم مع واحد السيد تما في الدوار اللي معروف عندهم ولاباس عليه وكاع الناس ديال الدوار كيخدموا معاه، كيزرعوا الكيف وكيحصدوه وكيقادوه وكيعطيوه هو يبيعو. فاطمه غادي تبدا تعاون راجلها في هذا الشيء. من بعد بطبيعه الحال ما كتكملش شقاها في دارها وكطيب ماكله لوليداتها وكتقوم بالامور ديال الدار كامله بوحدها. وراه ماشي ساهل باش تقابل 7 ديال الوليدات. فاطمه كانت حادقه وكانت ظريفه واخا كانت بشهاده الجميع ومالين الدوار كيضربها ابراهيم وكيتكرفص عليها، كانت مسكينه داكشي اللي عندها شاداه وساكته وكدير ليه كاع داكشي اللي باغي. بقات حياتهم غاديه هكاك حتى ل 2016 في شهر 6. واحد النهار بدا عادي ولكن ما غاديش يسالي عادي. بحال كل نهار فاطمه فاقت في الصباح بكري وجدات الفطور لوليداتها، اللي باغي يمشي للمدرسه كتصيفطو واللي ما غاديش كتخليه في الدار، وجدات غداتها صبنات حويجاتها قامت بشغالها كاملين. خرجات عند ابراهيم تعاونوا في داك الشي في الفلاحه. ملي سالات قرب يأذن المغرب دخلات في حالها عشات وليداتها وكلاتهم داكشي اللي قسم الله واللي عنده شي بلاصه ناض شدها. من بعد ما نعسات وليداتها شدات البنيته اللي عندها 9 شهور نعساتها حداها وبدات كتردع فيها حتى نعسات هي والبنيته. ابراهيم ما كيدخل من القهوه حتى لنص الليل حيت كان مبلي وكيكمي حتى هو الحشيش وكيبقى قصار مع صحابه حتى لنص الليل ولا حتى كيفوت نص الليل. في هذيك الليله غادي يدخل ابراهيم عادي، دخل لقى مراته مجدلي العشاء فوق الطابله، كلا داكشي اللي قسم الله وجلس شويه غادي يبان ليه الريح تحرك وهنا غادي يتفكر الحشيش كان ناشره في السطح. غادي يمشي كيجري فيق فاطمه باش تطلع تغطي معاه داكشي اللي ناشر ويهبطوا. فاقت فاطمه وطلعت معاه للسطح غطاو الحشيش. ابراهيم ما عرفت شنو قال ليها، فاطمه وقيله ما سمعاتوش، تزايد معاها في الهضره قلتي علاش ما جاوبتيش، قالت ليه ما سمعتكش. بقاو مزايدين في الهضره. كانت حداه واحد الياجوره هزها شير على فاطمه بها باش يخلعها، جات ليها من ورا ودنها وكما كنقولوا في المغربيه بجدارة الودن. طاحت فاطمه وبدات كتشرشر بالدمايات. هنا ابراهيم لصق في الحيط ما بقى فاهم اشنو يدير وما بقى عارف اشنو يدير. كتبان ليه المراه الدماغيات كتشرشر منها بحال شي روبيني وهو ما عارفش لانه ما كانش القصد ديالو انه يقتلها. بقى ابراهيم كيشوف وفاطمه في غيبوبه وهو كيحاول يفيقها ولكن والو. هنا غادي يقول راها ماتت. بقى كيفكر اشنو يدير.
طاحت عليه فكرة أنه يبين على أنها عملية انتحار. جاب واحد القنب وعقدها لفاطمة على راسها، على العنق ديالها، وغادي يحاول يدليها من الدار، من دوك غادي يعلقها في دوك السلوكه اللي كيكونوا خارجين من الضاله ديال الدار. ملي غادي يحاول يعلقها غادي يطيح ليه فاطمه برا، حيت كانت غليظه وثقيله. غادي يهبط يهزها تاني وغادي يطلعها للسطح، وغادي يحاول تاني يربط ليها عنقها ويعلقها تاني في داك السلك، وغادي يوقع ليه نفس المشكل وغادي يطيح ليه فاطمه. غادي يرجع يهزها ويطلعها للسطح، وهو ما عارفش اشنو كيدير، لانه ما كانش باغي يقتلها، كان باغي غير يضربها باش يخلعها. هنا ابراهيم داخ، حط فاطمه في السطح وهبط كيجري، دق على مو في الدار وهو كله دمايات، وقال لها راني قتلت فاطمه. هنا مو وخواتاتو بداو كيتغاوتوا وما فهموش اشنو واقع. هو هرب مني بانوا ليه كيغوتو، هرب طلع كيجري لدارو، بدل حوايجو اللي فيهم الدم ودارهم في واحد البلاستيكه ولاحهم من ورا دارو. من ورا دارو كان واحد الشوك كبير فين كينوض الكرموس والهنديه. هذاك الشوك حتى حد ما كيقدر يوصل ليه من الداخل، داكشي علاش لاح الحوايج اللي فيهم الدم تما ومشى كيجري. هنا دارهم بقاو كيتغاوتوا وجاو كيتجاراو للدار ديال فاطمه باش يعرفوا اشنو كاين. بطبيعه الحال من الغوات ديالهم تجمع الدوار كامل، وحتى وليدات فاطمه فاقوا مساكن ولقاو ميمتهم في ديك الحاله. هنا ابراهيم مشى كيجري وما عرف ما يدير. غادي يفكر في شخص واحد اللي هو السيد اللي خدام معاه اللي كيبيع ويشري في الحشيش. اتصل به ابراهيم وقال ليه راني قتلت فاطمه. هذاك السيد غادي يزكيه باش ما يدير شي حاجه في راسو، وقال لي اجي عندي للدار انا غادي نلقى لك الحل. ملي جا عنده ابراهيم للدار قال ليه انا راني ما هربانش، انا راه ما كنتش بغيت نقتلها، انا راني غير بغيت نخلعها وبغيت نضربها حتى صدقات ميته. هذاك السيد غادي يزكي ابراهيم وغادي يثبتو حتى غادي يوصلوا الجندارم. غادي يشدوا ابراهيم وغادي يديوه للحبس. قبل ما غادي يديوه غادي يجيو للدار باش يشوفوا الجثه ديال فاطمه، وغادي تجي الشرطه العلميه. من بعد ما غادي يقلبوا فاطمه غادي يلقاو انها مني كان كيعلقها وطاحت ليه كانت مازال حيه، لانها لقاوها هازه كمشه ديال التراب في يدها مسكينه مني طاحت. واش غير بالحر ديال الموت ولا بالحر ديال الطيحه؟ المهم ديك الساعه كانت فاطمه باقيه حيه. هنا ابراهيم غادي يزيد الحاله ديالو الهستيريا، لانه ما عرفش مراته راه كانت باقا حيه، ولا كيقول بانه قتلها جوج مرات، قتلها مني ضربها بحجره وقتلها مني لاحها من السطح باش يبين انها عمليه انتحار. ابراهيم مشى للحبس والوليدات مساكن صبحوا من نهارهم لا ام لا اب. ام ماتت ضحيه الغضب السريع، واب مشى للحبس اللي ما غادي يخرج حتى يلقاهم كبروا كاملين، حيت تحكم عليه ب30 عام ديال الحبس. البنيته الصغيره ووليدات ابراهيم كاملين غادي تربيهم جداهم اللي هي موت ابراهيم واخواتاتو اللي هما عمات الدراري. ابراهيم لحد الساعه راه باقي في الحبس وباقي ما كملش المده ديالو اللي هي 30 عام. هذا الغضب فين كيوصل بنادم، ديما بنادم يتحكم في اعصابه قبل ما يدير شي رد فعل اللي غادي يندم عليها من بعد. سالات قصتنا اليوم وقضيتنا اليوم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. فيديو جديد وقصة جديدة ان شاء الله.